كتير مننا فاكر ان اي حد بيحب نفسه يبقى اسمه نرجسي، بس الفكرة ان حب النفس والنرجسية حاجتين عكس بعض تماما. تعالوا نعرف اكتر مع بعض. اهلا بيكم، انا مريم غنيم، والنهاردة هنعرف المعنى الحقيقي للنرجسية. لما تلاقي حد بيتكلم عن نفسه وبيحاول يفهمها ويفهم رغباتها ويعرف ايه هي مميزاته وايه هي عيوبه ويشتغل على نفسه عشان يتطور ويتقدم ويبقى احسن نسخة من نفسه، كل ده من غير ما يأذي حد او يستغل حد، فاحنا كده لسه في السليم. الشخص ده شخص طبيعي جدا ومش بيعاني من اي مشكلة، بل بالعكس كمان، ده زي ما هو بيحب نفسه ويفهمها هيقدر يحب الناس ويفهمهم ويساعدهم. انما بقى النرجسي فده شخص مصاب باضطراب نفسي ومحتاج يتعالج. هقول لكم شوية صفات لو لاحظتوهم في حد كلهم او معظمهم ساعتها تقدر تقول عليه نرجسي. اول حاجة، النرجسي بيبان عليه انه شخص متكبر ومتعالي وشايف دايما الناس على انهم اقل منه، بس اللي مش بيبان عليه ان هو اصلا هش وضعيف من جوه وما عندوش اي ثقة بنفسه، وده سبب بيخليه يخاف دايما ويهرب من المشاكل والمسؤوليات ومش بيقدر ياخد اي قرار جاد في حياته. 2، بيأذي البشر اللي حواليه عن طريق انه بينتقدهم دايما وبيظهر عيوبهم وبيستغلهم عشان مصالحه الخاصة. 3، بيحب قوي الإطراء والمدح المبالغ فيه وشايف انه لازم يعامل معاملة خاصة ومميزة جدا عن بقية الناس. ده بيعلي عنده مستوى الغرور ويحسسه بقيمته اكتر، بس طبعا القيمة دي بتكون مزيفة ومش حقيقية لانها مش نابعة من جواه او فيك يعني. 4، بيكره الانتقادات الموجهة ليه وبيغضب وبيتعصب جدا، وممكن كمان يقلب عليك الترابيزة ويطلعك انت الغلطان، ولو جيت تلومه ممكن يتجاهلك ومش هيحس قوي بمشاعرك. 5، بيخاف قوي من الحسد وشايف دايما ان كل الناس بتحسده، وده ممكن يكون نوع من انواع الاسقاط وممكن يكون هو اصلا الشخص اللي بيحسد. 6، عندهم شعور خفي بعدم الامان والخوف الدائم من الفشل، وده بيتمثل في سلوكيات عدوانية تجاه الناس، زي ما قلنا ان هم بيقللوا من الناس وبينتقدوهم وبيظهروا عيوبهم. ودي كانت بعض صفات النرجسيين اللي لو شفتهم في حد تقدر تقول عليه نرجسي. طب يا ترى ايه الاسباب اللي بتخلي الشخص يصاب بالنرجسية او يكون عنده الاضطراب ده؟ للأسف الاسباب لسه مجهولة الى حد ما، بس ممكن تكون الطفولة والبيئة اللي اتربى فيها أثرت على شخصيته وجعلت منه نرجسي. والبيئة دي بتتسم يا إما بيكون الطفل فيها مدلل قوي زيادة عن اللزوم، أو بيكون الطفل فيها بيتم انتقاده زيادة عن اللزوم وبيحس طول الوقت إنه غير كافي. بالمناسبة في أنواع كتيرة للنرجسية، في النرجسي الطيب وفي النرجسي الشرير وفي النرجسي البذيء، ودول هنتكلم عنهم إن شاء الله في الحلقة الجاية على قناة مع بعض.